بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاكم بقى تتفرجوا على الجمال اللي انتوا شايفينه ده. احلى طاجن رز معمر بالتمر او العجوة، حاجة كده فوق الخيال. عايزاكم بقى تشوفوا كده وتشوفوا التكات بتاعته اللي تخليه مستوي ومظبوط ان شاء الله وحلو جدا. واهم حاجة الرز بتاعه يكون مفلفل وفي نفس الوقت مش مفلفل وفي نفس الوقت مستوي، ما يكونش طار اللي هو يعني معجن زي ما بيقولوا كده. بصوا شايفين حبة الرز اهي، حبة بحبة، كانت سخنة على ايدي فنزلتها اهي. شايفين الرز بجد جميل جدا 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 يعني. حاجة محبين بقى الرز المعمر البلدي الفلاحي ومحبين التمر والعجوة هيعجبهم الطاجن الرز ده بقى. دي طريقة امي، ربنا يديها العافية. صراحة عايزة تعتبريه طبق جانبي ماشي، تعتبريه طبق رئيسي ماشي، تعتبريه حلويات ماشي، زي ما انت عايزة تعتبريه تعتبريه. اهم حاجة بصي معايا وتتفرجي على الجمال اللي انتوا فيه شايفينه ده. شايفين العجوة والرز؟ هو طبق لا هو حلو قوي ما يعني جازع، ولا هو دلع، حاجة كده العشق بصراحة. يلا عايزين تشوفوا الطاجن ده انا عملته ازاي؟ تعالوا وانا اوريكم. بص، اول حاجه بتعاير الرز في الطاجن ماشي. التلت والتلتين، يعني التلت يبقى فيه الرز. تعاير الرز قبل ما تغسليه في الحاجه اللي انت هتعملي فيها الرز، لازم تعيريه الاول. دي اول حاجه خالص، تخلي التلتين فاضي والتلت فيه الرز. بعد ما غسلنا الرز بقى هتجيبي بقى العجوه بتاعتك. هنمسك، انا غسلت الرز قدامكم اهو زي ما انتوا شايفين انا كده غسلت. هجيب بقى السكينه وهبدا اقطع بس مش يستحب، انا ما بحبش العجوه اللي هي المنسوله الجاهزه ديت اللي هي المطحونه، ما اعرفش في حاجات كده بتيجي تحت اسنان. وهنا هبدا بقى اقطع العجوه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا شايله منها البذر النوى بقى والحته اللي هي بتبقى في الاخر دي ومنضفاها. ممكن يمشي بتمر لو عندك شويه تمر في من رمضان، عندك عجوه وتخليها زي ما تحبي يعني. ف فاقطعها كده عشوائي يعني كده، تبقى عاملة زي قطع كده شوية. بجد بجد يعني طبق تحفة. ادينا قطعتها اهي، تهركنها بقى على جنب. ومعانا هنا نص معلقة ملح صغير اهي، نص معلقة صغيرة مش اكتر من كده، نص معلقة ملح صغيرة. وعندنا هنا لبن حليب اهو، جايباه من عند اللبان. والمية عشان تبقوا عارفين. وادي بقى الزبدة، زبدة بقى بلدي، زبدة نباتي، زبدة اللي يعجبك يعني. اهم حاجة تكون زبدة، يعني تكون زبدة بلدي اهي. بعد ما غسلت الرز بقى وحطيت عليه نص معلقة الملح الصغيرة خالص، هبدأ بقى هنا معرفش ايه اللي خلاني يعني انزلها مكان في الطبق اللي هو مكان الزبدة، مش عارفة. المهم يعني اديكم معايا بتشوف معايا كل المراحل اللي انا بعملها. هاجي بقى هنا لازم تمسكي بقى الزبدة مع الرز المغسول كويس وتدعكيهم في بعض كويس كده. لازم تقلبي الزبدة في الرز دي كويس جدا عشان تخلي كل حباية رز تتغلف بالزبدة بتاعته. ما بيتعملش بالسمنة، بشوف ناس بيعملوه بالسمنة وبشوف ناس بيغلوا اللبن. احنا ما بنغلوهوش، هو كده كده هيغلي في الفرن يعني. عموما مش هنختلف، كل واحد له طريقته، بس جربوا طريقتي دي وهتعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله تجربي يعني طاجن صغير، ولو عجبك هتعتمديه بعد كده ان شاء الله وهتعمله على طول. هنا انا دعكت بقى كله. فطبعا كان عندي شويه وش لبن، اللبن اللي انا غاليه في التلاجة، جبت معلقه اهو وش اللبن عادي. قلت بقى زياده يعني زياده الخرخيرين يعني. موجوده ماشي، مش موجوده خلاص عادي. مش يعني ما تكلفيش نفسك اكتر من طاقتها. بس طالما هتعملي طبق رز معمر فطبعا لازم يبقى زبدة بلدي يعني، طبعا ده الأحسن. أما لو انت بقى هتعملي بسمنة هي الزبدة هي بتساعد في عمل الوش برضو، انما السمنة مش هتخليه يعمل لك وش اللي انتوا شفتوه في الأول ده اهو. واقعد ادعكه بقى كويس كله مع بعض. اهم حاجة ان انا ادعك
وهجيب برضك العجوة نفس الكلام، هقعد اقلبها كويس مع العجوة. الرز يعني مع العجوة كده لازم تقلبهم كويس مع الزبدة زي ما انت شايفة كده. واهم حاجة بقى اللبن اللي موجود معايا ده، اللبن ملوش معيار مع الرز المعمر، عشان ما تقوليليش قولي اكتبي المقادير، ما فيش مقادير للرز المعمر يا جماعه. اهم حاجه العجوه طالما هتحطيها مع الرز، العجوه بتشرب ميه كتير، فلازما تحطي ميه. لو ما حطيتيش ميه هتحسي ان العجوه هتشرب كل اللبن اللي انت حطيتيه، حتى حاطه كتير، والرز هيحصول ومش هيستوي. هتلاقي الرز يعني الوش احمر منك والقعر احمر والرز، انما لما تيجي تاكل الرز مش هتلاقي الرز مستوي. فدي عشان تبقى معلومه بالذات في طاجن الرز اللي فيه ايه، مثلا الرز المعمر لازم تحط له ميه. لو من غير عجوه تحط كوبايه ميه، كوبايه صغيره، كوبايه شاي صغيره. انما هتعملي عجوه يبقى كوبايتين. اهو انا جبت الميه معايا اهي، ادي كوبايه اهي عشان بس بوريكم اهو، وادي كوبايه كمان. لازم تحطي ميه. لو حطيت كله لبن بس، اللبن ما فيهوش سوائل كتير برضو، هيقوم جايش العجوه شربت كل اللبن اللي انت حطيتيه ومش هيستوي الرز، مش هيستوي. هنا انا بنزل بقى باللبن لحد ما احس ان المعيار خلاص، وانا كده مش عايزه اهو شايفين، لحد قبل الطاجن نهايته بحاجه بسيطه كده، يعني عقله صباع صغير، عقله صباع. وهمسك المعلقه بقى واقلب. معلومة عشان الرز بالعجوة يستوي معاكي لازم تحطي الكوبايتين الصغيرين دول. هتزودي كمية الرز او هتعملي طاجن اكبر من كده هتزودي المية، هتقللي المية يعني هتعملي طاجن اصغر من اللي انا عاملاه ده هتعملي كوباية واحدة مية. اهو شايفين اللبن اللي اتبقى هناك ده كيلو لبن، تقريبا انا خدت كيلو الا ربع لبن بس على كوبايتين المية، يعني قوله كله على بعضه يجي كيلو. وهحط ادخلها بقى بالفرن، هدخله الفرن بقى وهوريهولك اهو. بصوا شايفين بقى الجمال، مع ان هو محطوط عليه كوبايتين ميه اهو، بس شايفين وشه حاجه اخر جمال.